ماجستير في الاعلام الدولي ومهتم بالسينما التسجيليه. ومن هنا انا بس عايز اقول نقطه تفاؤل عن المستقبل الفيلم التسجيلي، لان في محور مهم جد. يعني احنا يعني معظم الكلام اللي اتقال بيكتر المشاكل والذكريات الماضي الأليم وكده، لكن في بعد مهم قوي اللي هو ثورة الاتصالات والإنترنت وعلاقتها بنشر الفيلم التسجيلي وإنتاجه. من شوية كان الصديق الأستاذ من ليبيا كان يتكلم على مهرجان الأفلام القصيرة اللي بتتصور بأفلام بالموبايل. الحقيقة المستقبل أو ال5 سنين أو ال10 سنين الجايين بيقولوا إن الموبايل هيقدر يعمل كمان مونتاج، هنقدر إن احنا ننشر الأفلام بشكل أسرع. احنا عندنا النهارده اليوتيوب مثلا وموقع زي الفيميو، دول موقعين مهمين جدا على الانترنت. لو حضرتك عدد المترددين عليهم يوميا بالالاف، طبعا اليوتيوب بالملايين. معظم ما ينشر على الموقعين دول بالتحديد هي افلام قصيره مؤهله ان هي تتطور وتكون افلام تسجيليه. الحقيقه احنا في مصر بالذات، طبعا الدول العربيه عندها تراث من الانتاج التسجيلي، وفي مصر عندنا حضرتك اشرت استاذ امام للمخرجه سميحه الغنيمي، والاستاذه ماجده برضو اشارت احنا عندنا قبل كده كمان ما ننساش من ايام الاخوين تهامي، وبعدين بعد كده التلمساني قبل في الاربعينات، وفي هاشم النحاس. عندنا هاشم النحاس علاء كريم، يعني الاسماء القائمه اطول من ان هي تذكر، لكن الحقيقه احنا اللي يهمنا اللي جاي ايه. اعتقد ان الفضائيات في الفتره اللي جايه زي ما الاستاذه ماجده اشارت هتاخد من الانترنت. يعني كان الاول كان بيحصل العكس، ان الانترنت ينشر ما تقدمه القنوات الفضائيه، اما المستقبل ان القنوات الفضائيه ستعرض ما يقدم من انتاج الهواه خاصه على شبكه الانترنت. شكرا جزيلا. عشان ما تدفعش يعني وعشان الثراء كمان، الحقيقه ثراء كتير جدا على الانترنت. يعني ارجو ان اللي بيخش على الفيديو لازم يشوف الموقع ده لانه مهم جدا.